اهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم شيء في الخير في شباب كل يوم. والنهاردة بنتكلم في حاجة مهمة جدا. اسماء الله الحسنى عديدة، انما لما نيجي نقول ان احنا هنتكلم عن الرحمن الرحيم فلازم نقف للحظة نركز. الرحمن الرحيم صفتان من صفات الله عز وجل، لكل منهم معنى ولكل منهم قيمة. بس المهم نكون عارفين قد ايه القيمة دي عظيمة، ويكون عندنا ثقة في الله رب الكون ان هو بالفعل رحمن رحيم علينا جميعا. هنتعرف على الموضوع ده اكتر ومعنى اسم الرحمن ومعنى اسم الرحيم من خلال ضيف اللي بيشرفنا النهارده في الاستوديو الداعية احمد حسن. اهلا وسهلا بيك يا احمد، شرفني ومنورني. اهلا بيك استاذ محمد، نورك. مبدئيا كده احنا عايزين يعني نتعرف على معنى اسم الرحمن ومعنى اسم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى نور المعرفه والفهم، واخرجنا من دار الشهوات الى جنات القربات. اسم الله الرحمن الرحيم هو اسم من اهم ومن اهم الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتصف بيها، ومن اهم الصفات اللي ربنا اداها لنا من بدايه الخلق وحتى يوم القيامه. الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق بالرحمة، وإن شاء الله الحياة هتنتهي بالرحمة وحتى وحتى دخول الجنة. فأصبحت الرحمة هي صفة ربانية من صفات الجلال اللي على كل واحد فينا إنه يتصف بيها على قدره. طيب تعال نشوف بقى معنى كلمة الرحمة، تعال نفصصها كده هوت. كلمة الرحمة هي عطاء بقصد الإسعاد. عطاء بقصد الإسعاد. قد يكون العطاء ده في منح أو منع، وقد يكون العطاء ده في منح أو محن. بس الجملة المهمة عندنا قوي هي كلمة القصد. لأن لو خدنا مثال كده، مثلا واحد عمل معاك موقف، نقول سي مثلا مديرك في الشغل عمل معاك موقف مش كويس وحب انه يرفدك. هو يقصد ليك ضرر، بس الضرر ده لما اترفدت من شغلك بدأت تدور على شغل تاني، بدأت تسعى، فربنا سبحانه وتعالى أكرمك بشيء أحسن، بوظيفة أحسن باللي أنت فيها. هل الشخص ده يسمى رحيم؟ هل هو كان يقصد وكان عنده الإرادة إنه يرحمك؟ لا، دي هنقول عليها رب ضارة نافعة. نعم، ضارة نافعة. حد عمل فيك موقف مش كويس، بس يعني بأقدار الله سبحانه وتعالى أصابتك الرحمة. فربنا سبحانه وتعالى جعل رحمته عن طريق البني آدم اللي مش قاصد إنه يسعدك. طيب قد يكون عطاء ربنا سبحانه وتعالى في المنح. ممكن ربنا يديك مال، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يديك أولاد، يديك حاجة مباشرة تسعدك. وقد يكون منع، قد يمنع عنك مصيبة معينة بضرر أقل شوية. وابن عطاء الله بيقول هنا إيه؟ متى رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. يعني إيه؟ يعني لو أنت عرفت حكمة ربنا سبحانه وتعالى في المنع اللي منعه عنك ده، هتعرف إن ده عين عطاء الله سبحانه وتعالى ليك. قد يكون مثلا محامي عنده جلسة، إحنا في القاهرة دلوقتي، وعنده جلسة في اسكندرية بكرة، والراجل ده راح نام متأخر مثلا بيحضر وبتاع، راحت عليه نوم الصبح، فاتوا ميعاد القطر. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هيخسر القضية بتاعته. كويس. هو في وقتها هيحس ان دي اكبر مصيبة ممكن تحصل له، بس لما يفتح الجورنال ويقرا ان القطر رقم كذا 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 اللي كان حاجز فيه اتقلب وكل اللي فيه ماتوا، يبقى ده ايه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى دفع عنه ضرر كبير بضرر تاني اصغر شوية. نعم. وقد يكون في محن أو في منح، قد يكون في مرض، ربنا سبحانه وتعالى يمرض الإنسان ليدفع عنه ضرر، قد يكون يمنع عنك الدنيا ليعطيك الآخرة. نعم. وفعل الرحمة لازم ليه 3 أركان، أو الرحمة ليها 3 أركان: الفاعل وهو الرحيم سبحانه وتعالى، نعم. والمرحوم وهو إحنا عباد الله الفقراء، والفعل نفسه. وعشان الرحمة تكون رحمة تامة،
تكون رحمة تامة لازم يكون فيها الفعل وتمام الفعل. يعني بمعنى أنا دلوقتي شايف واحد فقير قدامي في الشارع، كويس، واحد معدوم ومش لاقي. تمام. طيب أنا عديت عليه، بدأت كده يعني يا حرام، يا ده الراجل ده شكله غلبان قوي ومحتاج، ده الراجل ده معدوم خالص، صعب عليا. هل مشاعري دي نفعته بحاجة؟ لا، مشاعري ما نفعتوش بحاجة. لا لا لا، لأنها مفيش فعل حصل، يعني لازم كلها حاجات أمور داخلية يعني. بس يبقى كويس. مهم قوي ان الرحمة بتاعتي تكتمل بالفعل، ان انا هقدم له حاجة، هقدم له فلوس، هقدم له مساعدة، هحاول اخده اعلمه، هعمل له اي حاجة، بس هقدم له حاجة. فالمشاعر لوحدها لا تكفي لتمام الرحمة. تمام. فالفرق ما بين بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالعباد، واحنا قلنا من شوية ان كل بني ادم مهم قوي انه يكتسب الصفة دي على قدره. نعم. كل واحد فينا ممكن يكون في قلبه رحمة ويكون رحيم على قدره، بس دايما احنا كعبيد او احنا كعباد لله في دوافع بتحركنا. بيحركني دافع مثلا ممكن يكون دافع ان انا الحزن على حاله، دافع الشعور بالذنب، دافع كذا. لازم يكون في دافع بيحركني علشان اخد الاكشن والفعل واتصدق عليه او اساعده. ولكن الله سبحانه وتعالى هو رحمته تفيض على الكل، ولا يليق وحاشا ان احنا نقول ان في دافع بيخلي ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. هو سبحانه وتعالى يعطي الجميع، يعطي الجميع دون ان يحتاجوا، لان دايما اللي في منزلة اقل هو اللي بيحتاج اللي في منزلة اعلى. صح. فسبحانه وتعالى هيحتاج منك ايه؟ اكيد. ولا مش هيحتاج منك حاجة طبعا. فسبحانه وتعالى عطاؤه للكل. وده ياخدنا بقى يا استاذ محمد للفرق ما بين الرحمن والرحيم. لو جينا شرحنا الموضوع كده بمثال بسيط كده عشان نبسط الموضوع. أب عنده 5 أبناء، ال5 أبناء دول الأب بيأكلهم كلهم، الأب بيعلمهم كلهم، بيجيب لهم كلهم لبس، حنين عليهم كلهم. دي اسمها ايه؟ رحمة عامة على الكل. بس عنده ابن من ضمن ال5 أبناء دول بار بيه جدا، ما بيهونش عليه نيم أبوه زعلان، يعني ما بيفكرش يزعل أبوه خالص. نعم. ما فيش على لسانه غير كلمة حاضر ونعم. ده الابن ده بيكون ليه معزة خاصة كده عند الأب، وبيكون الابن دوت طلباته مجابة عند الأب، وليه حاجات كده ايه اكستراس كده، هو مكانة معينة، لهم مكانة معينة. كويس. ولله المثل الأعلى. تمام. الله سبحانه وتعالى رحمن على كل الخلائق في الدنيا والآخرة. نعم. المؤمن وغير المؤمن، الإنسان والجماد والحيوان والنبات، رحمته سبحانه وتعالى على الكل. الله سبحانه وتعالى لما ذكر في القرآن خلق الإنسان بشكل عام قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. نعم. فذكر مع خلق الإنسان باختلاف انتماءاته واختلاف إيمانه أو كفره اسم إيه؟ الرحمن. الرحمن. ولما ذكر سبحانه وتعالى حالة الطيور، رحمته سبحانه وتعالى بالطيور، قال إيه في سورة تبارك؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. فهي رحمته سبحانه وتعالى عامة على الجميع. كويس. وسيدنا إبراهيم لما جه عشان يكلم أبوه يحاول يقنعه فقال له إيه؟ قال له في سورة مريم يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هو فكر أبوه بالصفة العامة، وذكر اسم الرحمن لأن أبوه ما كانش من المؤمنين. فصفة اسم الرحمن هو اسم يشمل جميع الخلائق. كويس. عطاء لكل الخلائق، رحمة للكل، رحمة عامة على كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. والرحيم هنا بقى الرحيم الرحيم هي صفة خاصة بالمؤمنين فقط. فاكر الابن اللي قلنا ليه منزلة خاصة كده عند الأب؟ الله سبحانه وتعالى مع ذكر المؤمنين ذكر وبالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. صفة الرحمة، صفة الرحيم لا تكون إلا للمؤمنين فقط.
صفة الرحيم. الله سبحانه وتعالى يعني الرحمن تخص كل البشر كل المخلوقات أو كل المخلوقات، أما الرحيم فتخص المؤمنين. المؤمنين فقط. ماشي. سيدنا يوسف ربنا قال ايه عنه؟ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. آتيناه حكما وعلما. دي رحمة خاصة لسيدنا ايه؟ سيدنا يوسف. فربنا سبحانه وتعالى ممكن يتجلى عليك فيخليك قلبك ينور، فتكون في حالة من الإقبال على الله سبحانه وتعالى. كويس. فيتجلى عليك برحمة خاصة من رحمته. طيب لما نيجي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وارتباط الرحمن والرحيم مع بعض في البسملة، ده له معنى؟ ده له حالة خاصة؟ له رسالة معينة؟ بداية البسملة، بص، هو الله سبحانه وتعالى خلق بداية الخلق بالرحمة، بداية خلق الإنسان بالرحمة، افتتاح القرآن بالرحمة. وده يعني كأنه دعوة من ربنا سبحانه وتعالى إن رحمته شمل الكل. يلا أقبل تعالى. لو كان ربنا سبحانه وتعالى قال إيه بسم الله الرحيم بس، خلاص دي حاجة خاصة للمؤمنين بس. قال لك الرحمن قبل الرحيم عشان عايز العاصي يقبل قبل المؤمن، عايز الكافر يقبل قبل المسلم. نعم. فدعوة عامة من الله سبحانه وتعالى للجميع عشان الرحمة تعم الجميع. تمام. ولو شفنا بداية الخلق أو قبل خلق الإنسان أصلا، بداية خلق الكون، نعم، قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إن الله كتب كتابا قبل الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. الله سبحانه وتعالى بيقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهو خلق لك الرحمة أصلا قبل ما تتخلق، أوجد الرحمة في الكون قبل ما تتخلق. نعم. فأوجدك عشان يرحمك أصلا. نعم. ما أوجدكش عشان يعذبك، ولا أوجدك علشان يتعبك، ولا أوجدك علشان يدخلك النار. ده هو خلق لك الرحمة وبعدين نزلك في قلب الرحمة. نعم. والله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء كما قال صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. حجز منها أو حجب 99 جزء للآخرة، ونزل جزء واحد بس في الدنيا. يعني الأرض كلها بكل المخلوقات عليها جزء واحد بس من 100. واحد على 100. موضوع واحد على 100. واحد على 100 بس من الرحمة. باللي اتكلمنا عنه كله واللي جاي كله. تمام. بجزء واحد بس من وال99 سبحانه وتعالى، محفوظين للآخرة. وال99 محفوظين من ربنا سبحانه وتعالى عشان الآخرة. عشان دول الموقف المناسب ليهم. نعم. سبحانه وتعالى يستخدمهم معانا في الآخرة. نعم. فمن ضمن ال99 دول، من ضمن الجزء اللي ربنا سبحانه وتعالى خاصه على الأرض وفي الحياة، حتى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. شوف سبحان الله، يعني حتى الدواب اللي ما عندهاش عقل نعم تخاف وإن هي تدوس على ابنها فتأذيه، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. كويس. ولو شفنا جينا اتقدمنا شوية وشفنا بداية خلق الإنسان، وأول حوار دار ما بين سيدنا آدم والله سبحانه وتعالى كان بالرحمة. فأول لما سبحانه وتعالى نفخ الروح في آدم، أول فعل عمله إيه؟ إنه عطش. فقالت له الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله. فأول كلمة قالها ربنا سبحانه وتعالى لآدم يرحمك الله. تخيل، أول كلمة ربنا سبحانه وتعالى قالها لآدم الرحمة. أبو البشر. الله أبو البشر. فهنا أبو البشر رسالة للبشر ككل. رسالة للبشر ككل. أن الله يرحمكم جميعا. الله يرحمكم جميعا. وأول حاجة يريد ربنا سبحانه وتعالى ليك إيه؟ يريد ليك الرحمة. فهو سبحانه وتعالى يعني عايز يرحمك، مش عايزك تعيش حياة عذاب، مش عايزك تخش النار. بيقول سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ربنا سبحانه وتعالى هيعذبك ليه؟ هو عايز منك ايه عشان يعذبك؟ ده هو سبحانه وتعالى عايزك حاجتين: تشكر ربنا سبحانه وتعالى، وتكون إنسان مؤمن بيه عشان ربنا سبحانه وتعالى يرحمك. حتى في المصايب اللي ربنا
او اللي موجوده في الكون في حياتنا. شوف المصايب وحروب وناس بتقتل في بعض، ويحصل هنا فيضان يقتل كام الف واحد، ويحصل هنا هو بركان ينزل يقتل كام الف واحد. فبيقول سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. يعني بص، انت ممكن تشوف حاجه صغيره قوي في الدنيا، يمكن الفيضان ده اللي احنا شايفينه كارثه علينا كلنا، ما يجيش يعني نقطه كده هو ضمن عذاب الاخره او عذاب النار في الاخره. فربنا سبحانه وتعالى بيخليك تشوف هنت صغير، حاجه صغير كده بس. ليه؟ عشان بيقول لك اعدل البوصله وارجع تاني، كويس ما تكملش. كويس. بس هنا الرحمن الرحيم، هنا الرحمن الذي يرحم الكل، والرحيم الذي يرحم المؤمنين حينما يكون هناك أخطاء، وحينما يكون هناك سيئات، وحينما يكون هناك كبائر. فهنا الرحمن الرحيم هو تأكيد على الغفران، هو تأكيد على تحويل السيئات لحسنات، هو تأكيد على المعاني دي، ولا لها متطلبات معينة؟ لها متطلبات طبعا. ها. لان بص، هو الله سبحانه وتعالى رحيم، رحيم بمن يستحق، رحيم بمن يستحق. ومن هو الذي يستحق؟ ومن هو مش الذي تبقى يستحق نقطة الرحمة؟ مهمة أوي. طيب هنرجع تاني لفكرة الرحمة العامة كويس. والرحمة الخاصة. نعم. طيب، من رحمته العامة على البشر كلهم وعلى كل الخلق ان الانسان الكافر بيشوف الوان، والانسان المؤمن بيشوف الالوان. الانسان الكافر والمؤمن الاثنين بيستمتعوا بطعم الاكل، الاثنين ربنا سبحانه وتعالى اداهم فلوس، الاثنين ربنا سبحانه وتعالى اداهم اولاد. كل دي رحمات عامة. بس رحمته سبحانه وتعالى بمشركين او بكافرين او بكذا بتكون في الدنيا بس. نعم. بتكون في الدنيا بس. نعم. بيستمتع بالدنيا، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فمن رحمته انه اداك فرصة اصلا تعيش عشان تسمع الكلام دوت، دي رحمة عامة اهو. نعم. اداك فرصة تعيش بعد المعاصي اللي انت عملتها، اداك فرصة تعيش برغم ان انت انكرت وجوده اصلا، اداك فرصة. كل دي رحمات عامة. نعم. اما الرحمات الخاصة فهي رحمات ايمان، رحمات ايمان. ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى لما يتجلى على قلبه كده، الانسان قلبه ينشرح، الانسان يقبل على الله. النهارده واحنا في خطبه الجمعه الامام قال جمله جميله قوي. قال ايه؟ اقبلوا على الله بقلوبكم يقبل عليكم برحمته. اقبل على الله بقلبك اللي متعلق بالدنيا، سيب الدنيا، شيلها من قلبك، حطها في ايدك، وخلي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي في قلبك. هيقبل عليك ربنا سبحانه وتعالى برحمته. اخلي ربنا في قلبي ازاي؟ وهو ده سؤال مهم جدا. علشان يبقى ربنا رحمن رحيم عليا، انا محتاج ان انا ابذل مجهود، وانت بتقول لي اخلي ربنا في قلبي. طيب اخليه ازاي؟ اعمل ده بانهي طريقه؟ بص، هو الموضوع ده محتاج ان احنا نتكلم فيه في كذا حلقه. كويس، خلينا نقولها في نقاط. خلينا نقولها في نقاط. اول حاجه عندك مقاومه شهوات النفس. نعم. لو تفتكر احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن انواع الانفس نعم. والحاجات اللي بتبعدك عن الطريق. تمام. عليك اول حاجه مقاومه النفس. تاني حاجه ان يكون عندك الرغبه والعزيمه، لان ممكن تخش على الطريق بصدق، بس بعد كده البوصله تتغير غصب عنك وتبعد وتخرج، ما تعرفش تكمل، ما تخرجش بصدق. فمهم قوي انك لما تخش على الطريق تبقى عندك العزيمه انك تكمل. ثالث حاجه واهم حاجه عليك بالاصحاب. الاصحاب هم اكتر حاجه يا اما هتقربك قوي يا اما هتبعدك قوي. الصاحب ساحب، يعني مش حابك على الطريق ايه بعدك عن الطريق. كويس. الاخلاق يعني دي الخطوات، يعني نقول مبدئيه، دي المين بوينتس كده خلاص اللي احنا ممكن نتحرك من خلالها ونخلي ربنا في قلبنا. تمام. طيب انا هنا ما بنتكلم على اسمين من اسماء الله وصفتين من صفات الله، الرحمن الرحيم. هل مطلوب مني انا كبشر ان انا اتسم بهذه الصفات، تبقى برضو صفة من سمات البشر ان هو يكون رحمن ورحيم، ولا دي يختص بها الله عز وجل بس؟ لا طبعا. بص، انت كخليفة الله في الارض، نعم، انت مطالب ان انت تكتسب الصفات الربانية دي بس على قدرك. بص، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم قال ايه؟ وعلم آدم الأسماء كلها. نعم. ايه الأسماء؟
الله سبحانه وتعالى علم سيدنا آدم كل العلوم، مم. كل العلوم وكل الصفات، وكل الصفات دي بقى انتقلت في الجينات لينا كلنا. فهتلاقي بني آدم مثلا رحيم جدا، ها. هتلاقي بني آدم عنده قيمة الوفاء عالية قوي، فكل بني آدم هتلاقي عنده حاجة عالية قوي. فإحنا كذلك برضو صفة الرحمة مم. لازم إن أنت كبني آدم كإنسان تعيش على الأرض بهذه الصفة، نعم. ولكن على قدرك. إحنا قلنا من شوية إن إحنا في دوافع بتحركنا نعم. عشان نرحم بعض، نعم. عشان ترحم من حولك. يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء مثلا. فإحنا عايزين إن إحنا نكتسب هذه الصفة الربانية دي علشان نعيش بيها، عشان من عاش على شيء مات عليه، ومن مم. مات على شيء بعث عليه. كويس. بس انا برضو هنا هرجع اقول لك، انا اقدر ان انا انفذ الصفات دي، طبعا اقدر انفذها، طبعا ان انا بمعناها، طبعا. بمعناها ان الرحمن يخص الجميع والرحيم يخص المؤمنين. لا، هو اسم الرحمن هو اسم يعني يختص به الله سبحانه وتعالى فقط. نعم. لان انت لو حاولت تكون رحمن انت اصلا مش تقدر، دي عايزه يعني سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد. كويس. بس هل انا بتكلم، دلوقتي- لا انا بتكلم طبعا، ما هو انت مش هينفع انك توصل لده، بس انا فكره انك انت تكون قريب من السمات والصفات، مم. انك تكون تمتلك القوه لكن في نفس الوقت تكون رحيم بالشخص، بدل ما انت بتكون مؤذي بالنسبه له. فانا في اللحظه دي تمام. بص، انت دلوقتي ممكن تكون شفت حد فقير مثلا وانت ليك قوة عليه وليك باور عليه فتكون رحيم تتصدق عليه. ها. بس لو شفت حد اغنى منك، هل دلوقتي مثلا ميسي لما جه مصر ينفع تقول ميسي هيحتاج منك ايه؟ ميسي مم. ولا حاجة. مم. ينفع انت تقول طب خلاص بص انا هديك 10 جنيه كده طبقها له في جيبه عشان تحسن مستواك مم. برغم ان هو عنده؟ مم. لا طبعا. ما ينفعش. بس الله سبحانه وتعالى يعطي على قدر الرباني لمن يحتاج وما لا يحتاج. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ها. ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. مم. فسبحانه وتعالى خزائنه ورحماته على الجميع، اللي عايز واللي مش عايز. متى يكون الله عز وجل لا يرحم عباده ولا رحمن بعباده؟ هل في صفات معينة ولا ده مش موجودة أساسا؟ لا طبعا، احنا كده هوت يعني الله سبحانه وتعالى رحيم في كل وقت وفي كل مكان ولكل البشر. كويس. تمام. رحيم بقى في صفات دنيوية عايش بيها بس بيها أنا خليني بس أفكرك بقصة أهل لوط. هو ربنا قلب عليهم الدنيا. فرعون ربنا قلب عليه. لأن في اللحظة ديت هنا يعني أنت شايف إن هنا ربنا في اللحظة ديت ما كانش رحمن رحيم بيهم، لا كان بيعاقب، كان اللي أخطأوا كان لازم يكون شديد معهم حتى يكونوا عبرة للآخرين. طيب بص، هو احنا احنا قلنا من شوية ان الله سبحانه وتعالى رحيم بمن يستحق. ها. تمام. تمام. نبئ بمن عبادي يستحق. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو مم. العذاب الأليم. نعم. طيب الله سبحانه وتعالى هو أعلم بينا من نفسنا، فقال لسيدنا نوح إيه؟ خلاص محدش يؤمن بيك تاني بعد 1000 سنة. سيدنا نوح قعد معاهم فيها، خلاص محدش هيؤمن بيك تاني خلاص، فابدأ بقى حضر السفينة عشان تنجو وتبعد عن العذاب اللي هيصيب الناس بيه. وبرضه لو سبحانه وتعالى رأى إن في قوم لوط خير وبعد كده هيتوبوا وهيرجعوا ليه، ما كانش عذبهم. نعم. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما عذبش قوم سيدنا يونس واداهم فرصة ثانية؟ سيدنا يونس لما ساب قومه وراح نينوى وراح في المركب وقعد في بطن الحوت فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. كلهم قوم سيدنا يونس دول لما رأوا العلامات، لما رأوا علامات العذاب قربت عليهم تابوا ورجعوا. فربنا سبحانه وتعالى كان قادر انه يعذبهم في لحظة ويفنيهم في لحظة، بس لان قلوبهم كان لسه فيها خير فسبحانه وتعالى اداهم الفرصة مرة ثانية. في ختامنا وفي نهاية اللقاء نقول ايه للشباب؟ طيب نقول ان الله سبحانه وتعالى رحيم بالكل، رحيم بالمؤمن ورحمن بكل المخلوقات. بدأ الكون بالرحمة، بدأ خلق الإنسان بالرحمة، ينتهي حياة الإنسان في الموت بالرحمة، ويوم القيامة بالرحمة،
ودخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فإحنا علينا هنعمل 3 حاجات. أول حاجة، من لا يرحم لا يرحم. فلو خدناها بالعكس، نعم. ارحم عشان ربنا سبحانه وتعالى يرحم. ينزل عليك رحماته. نعم. وقال سبحانه وتعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. فما بالك بقراءة القرآن. نعم. واشتق سبحانه وتعالى الرحم من الرحمة. نعم. فعليك بصلة الأرحام حتى ترحم من الله سبحانه وتعالى. شرفتني ونورتني يا الداعية أحمد حسن، بشكرك جدا وشكرا لي. أستاذ محمد أشكرك شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا ودمتم في إقبال وعطاء. هنطلع دلوقتي مع حضراتكم لتقرير، وبعد التقرير نتواصل معكم